السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وصفتنا الجديدة الجميلة من مطبخ أم يارا، وهي وصفة كيكة الخلاط الهشة. كيكة ال5 دقايق السريعة، طرية وسهلة كده وجميلة، وممكن تاكليها سادة مع الشاي، وممكن كمان تحطي عليها شوكولاتة بيضة وشوكولاتة سودا وتاكليها برضو مع الشاي، وتبقى طعمها جميل جدا. وممكن تاكليها على الفطار برضو، تبقى حلوة قوي. اهم حاجة ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا على الوصفة. معانا 4 بيضات بحرارة الغرفة، ومعانا كوباية من اللبن، وكوباية كمان من الزيت. لو عايزة تخليها كوباية الا ربع عادي برضو، لو عايزة تخففيها شوية. وكمان معانا ربع معلقة من الفانيليا، ورشة ملح، وبيكنج باودر باكو كامل. ومعانا كوباية من السكر، لو عايزة تخليها زيادة السكر براحتك، لو بتحبي الكيكة زيادة يعني سكرها زيادة ممكن تخليها كوباية وربع مش زيادة عن كده. ومعانا 2 كوباية دقيق منخول. هنبتدي مع بعضينا. في البداية هنحط البيض، ومننساش يا جماعة احنا هنصلي على النبي في التعليقات. وكمان هنحط عليها السكر والفانيليا، وهنخلط الخليط ده كويس جدا مع بعضه. واهم حاجة قبل ما تبتدي الوصفة كلها لازم تشغلي الفرن مسبقا على 180 درجة. احنا خلينا الخليط يخلط كويس خالص مع بعضيه، السكر يدوب يعني. بعد كده ضفنا عليها اللبن وكمان الزيت بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، وهيطلع بالقوام ده. القوام بتاعه حلو خالص وكمان كتير وحلو. احنا جبنا بولة وحطينا فيها الخليط اللي احنا عملناه في الخلاط، اللي هي كيكة الخلاط طبعا عملناه في الخلاط. وحطينا الدقيق المنخول اللي هي كوبايتين الدقيق، وعليها رشة الملح وباكو من البيكنج باودر. تقلبي كويس خالص مع بعضيها، وبعد كده تحطي حباية حباية من الدقيق، وتدخليه تاني فوق الوصفة او فوق الخليط اللي احنا عاملينه في الاول، هو خليط الخلاط، البيض والسكر والفانيليا والزيت واللبن. انتي بتحطي حباية حباية او شوية شوية من الدقيق المنخول، وبتقلبي بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. اهم حاجة ان انتي ما ترفعيش المضرب اليدوي فوق خالص، عشان ما تدخليش الهواء في الخليط. تحطي شوية شوية لغاية ما تخلصي المقادير كلها اللي موجودة عندك. هيطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بالقوام المناسب اللي انتوا شايفينه بالطريقة دي. لو حسيتي ان هو تقيل شوية ممكن تحطي له معلقتين من اللبن. لو حاسة انتي ان هو كده كويس خلاص يعني. انا شايفاه ان هو كويس جدا، وطلعت معايا الوصفة والله خطيرة جدا. وكمان طرية من جوه، شكلها حلو وهشة. لو الوصفة ان شاء الله تعجبكم بإذن الله تعملوا لي لايك وشير واشتراك في القناة. انا عايزة اوريكم القوام بتاعها فعلا جميل جدا زي ما انتوا شايفين كده. احنا جبنا قالب مناسب وحطينا فيه زبدة ورشينا عليه دقيق زي ما انتوا شايفين القالب دي. ورحت حطيته كله. طبعا انا قلت لكم ان درجة الحرارة لازم تكون 180 درجة مسبقا. انا عندي قالب تاني، انا عملت كيكة تانية بنفس المقادير بنفس المعايير اللي عملتها في الكيكة الاولانية. حبيت احطها في القالب دي. دهنت القالب بالزبدة وحطيت عليه، رشيت عليه دقيق زي ما انتوا شايفين القالب قدامكم. وعملت كيكة تانية وحطيت فيها الخليط دي. ودي الكيكة الاولانية بعد ما طلعت من الفرن بالشكل اللي انتوا شايفينه. طلعت جميلة جدا وطرية من جوه وهشة جميلة جدا. عايزة تختبريها طبعا تجيبي اللي هي الخلة بتاعة شيش طاووق، الخلة بتاع شيش طاووق وتشوفيها تجربيها. لو طلعت نظيفة يبقى هي استوت، لو لسه يعني فيها شوية عجين او فيها شوية كيكة، لا دي معناها ان هي لسه شوية. اديها كمان 5 دقايق وشوفيها تاني ان شاء الله هتلاقيها استوت.
هي طرية وحلوة زي ما انتوا شايفين كده. انا زينتها بالطريقه دي، زينتها بشوكولاته سودا. عيالي قالوا لي يا ماما زينيها كده باي شوكولاته او اي حاجه، عايزين ناكلها مع الشاي باللبن. وعملتها الصراحه وطلعت جميله جدا. وسمعت كلامهم وحطيت كمان شوكولاته بيضاء عشان افرحهم بزياده. فزينتها بالطريقه اللي انتوا شايفينها. لو انتوا حابين تزينوها باي حاجه تانية او تحطوا لها اي نكهه تانية من النكهات، ممكن تحط لها اي حاجه، ممكن تحط لها سكر بودره برضو هتبقى جميله جدا بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. اما بقى الكيكه التانية اللي هو في القالب التاني، هي طلعت برضو حلوه جميله جدا. بس على الجنبين طلعت مش عاليه زي ما انتوا شايفينها، يعني طلعت مش عاليه. انا معرفش الصراحه السر من فين، بس انا بقول ان هي من قالب لان الكيكه الاولانيه طلعت ممتازه الصراحه يعني، وبنفس المقادير بتاعتها. انا رشيت عليها سكر بودر وحطيت عليها شوكولاته الكور اللي انتوا شايفينها دي. عيالي بيحبوها خالص. وحطيت عليها برضو شوكولاته سودا من فوق، يديها منظر حلو كده. هي صراحه شكلها حلو قوي وطعمها كمان خرافه ملهاش حل، جميله جدا. وانا عملت لهم جنبيها شاي بلبن وشربوها واكلوها وحلوه يعني. اتمنى ان الفيديو بتاعي يعجبكم، وكمان تعملوا لي اشتراك في القناة وتشيروا لي الفيديو لاكبر عدد ممكن من الناس عشان يوصل لكل الناس. وان شاء الله باذن الله الوصفة تعجبكم. وهوريكم دي بقى دوائي فضلت من الكيكتين في البولة، فرحت حطيتها في قالب صغير طلع بالمنظر اللي انتوا شايفينه. اتمنى الفيديو يعجبكم، وبالهنا والشفا من مطبخ ام يارا.